البوشيار المغربي، البوشيار المغربي غني ايه عن ايه بوشيار. البوشيار المغربي بوشيار مغربي غني عن التعريف. ولا بغيتوا الطريقه عامل زي الفطير كده يا جماعه. بغيتوا الطريقه ديالو والطريقه ناجحه 100%. طلع جميل. انا دوقته قبل كده يا جماعه، حلو بس ما تقلش منه. يعني ده اكل مغربي. ادخلوا شوفوا معايا الفيديو. خبز مغربي او بوشيار. مصريين ممكن يجربوه يا جماعه. ها هو هنا شايفين. طلع جميل. ودخلوا شوفوا معايا الفيديو. الطريقه ديالو سهله وبسيطه وكيجي معاكم. ايه اللي بتحطيه عليه بقى ده زبده والعسل. زبده وعسل. زبده وعسل. بيسيحوهم مع بعضيهم. عسل النحل. عسل النحل والزبده. لازم يشرب كده. دوبوا معاه ما بتغمسش او بتحط زي لا كده زي البقرير كيتكال كده. شايفين تيشهي. ودخلوا شوفوا معنا في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله. شخباركم خواتاتي صحباتي؟ قناه يوميات عادل السعديه. قناه جديده انا وراجلي درناها انا وراجلي، يعني تشاركنا فيها احنا بجوج. يا ريت تدخلوا تشتركوا في عندنا في القناه لان بقى ما فيهاش مشتركين. يا ريت تدخلوا تشتركوا معنا. اليوم غندير لكم البوشيار. صباح الخير الاول. راجلي هذا الكبير حيت مشى القناه مشارك انا وهو. غندير لكم البوشيار يعني زي بوشيارات. سمعت انا خبز قبل كده. خبز فطاير مغربيه 100%. يعني مشهورين بيها. مشهورين بها. احنا كنا كناكلوها ملي كنا صغار. كنا ناكلوها في الاعياد. كان كيديروها لينا في الاعياد، يديروها لينا في المناسبات. وسهله. سهله هي يعني مكوناتها سهله. بناكلها بايه بقى؟ كناكلوها كندهنوها بالزبده والعسل. بالزبده والعسل. ندهنوها بالزبده. طب ما زي البتاع ده اللي عامل زي القطايف. اسمه ايه اللي بنعمله زي القطايف؟ في اسامي يا جماعه. اسامي البغرير بيبقى اساميها صعبه بفتكرها بالعافيه. بغرير. هذا هو نوع من يعني نفس الاكل يعني. عندنا احنا البغرير مشهورين بالبغرير. مشهورين بالبطبوط. زي بحال العيش. البطبوط ده عامل زي العيش الشامي الصغير بتاع المطاعم يا جماعه. وعندنا البوشيار. انا من الناس اللي كيعجبهم هاد العجينه. هاد الخبز البوشيار. ردوا على بركه الله. ما نطولوش معكم. ردوا على بركه الله. عندنا السميد رقيق. سميد بسبوسه ده يا جماعه. يعني هانتوما المقياس مش ضروري. انا حيت انا وراجلي ما غنديرش بزاف. انا درت كاس ونص ديال السميد رقيق ديال البسبوسه. وغادي ندير كاس ديال فورس دقيق. ايوا الفورس. حنا كنقولوا الفورس. انت تتكلم باللهجه المغربيه وانا اتكلم باللهجه البصريه. ايوا كنقولوا حنا الفورس. ايه بقى؟ دقيق ديال كاس دقيق. نتوما ممكن ديري كيلو. يعني ده هتعمليها هنفطر بيه دلوقتي يعني؟ ايوا نخمروه هنفطروا بيه ان شاء الله. هنفطر بيه دلوقتي. ماشي. بياخد وقت قد ايه بقى؟ يعني الخميره خاصو يخمر. خاصك ديري فيه خميره. ماشي. واحد شويه ديال ملحه. ملح خفيف كده معلقه صغيره. خميره. والخميره ديال الخبز لازم تكون كثيره. خميره جافه فوريه. انا وكاين معجونه على حساب. ها هي تقريبا معلقه. ماشي. غنبداو نعجن الماء بالتدريج حسب الحاجه يعني. الماء حسب الحاجه. حيت حنا معروفين بالعجينه عارفين قياسنا. ولكن خاصها تدلك مزيان.
وغادي نبداو. هي خاصها تدلك مزيان، لما تدلكش مزيان كانك شي حاجه درتيها، خاصك يدلك مزيان. تعيقي جامد يعني. مزيان يعني جامد. تعيقي جامد. وتزيدي الماء. يطلعوا كم رغيف شويه دول مثلا؟ يطلعوا ما شاء الله كتير، شي 4 شي تقريبا 6. هو مش عيش مفتوح هو مش كده؟ لا مش عيش مفتوح. بس عامل زي يا جماعه زي القطايف بس على ايه يعني، قريب من حاجه اسمها البجرير عندهم بقى. عيشه هديه سفنجي شويه. بس طعمه حلو، انا دقته مره عملته. وعندنا تاني السفنج، ما تنساش راه عندنا تاني السفنج. شي مره ندير لكم السفنج في القناه الجديده، ندير لكم السفنج اللي بالزيت، اللي كيتقلى في الزيت. اللي بالزيت مشهورين بيها يا جماعه والله. حنا هادشي كنفطروا بيه. حنا في المغرب ما عندناش الفول او الطعميه بحال كل البلاد، وسبحان الله حنا كنفطروا بهذا الشيء. نفطروا بالشفنج، نفطروا بالبغرير، نفطروا الفطور مختلف. مش احنا بقى فول وطعميه انت في الشارع كتلقى الناس ماسكين كوبايه شاي، كاس ديال اتاي وشفنجه. لما رحت عندهم اشوف الفطار في الشارع، قلت الفطار هيكون بقى حاجات قريبه. قلت لهم اي بقى عندهم البجرير والسفنج ده سفنج، قاعدين على كراسي بره الشباب وبنات برضك قبل ما نروح الشغل الساعه 6 الصبح، وقاعدين على كراسي صغيره كده بيقطعوا لهم بقى من فطيره كبيره. ده ايه اللي كان بيقطعوه؟ حرشه فطيره كبيره بتاع يعني صينيه كبيره كده زي بتاعه البسبوسه بالظبط، بالسميد. يقطع حتت ويديها لهم في صينيه مع كاس ديال اتاي، مع كاس شاي، مع بردك بجرير، مع سفنج، اللي عاوز كذا كذا، واحد 2 3 طلبات كده مع بعضيها في صينيه واحده، زي ما احنا كنا بناخد صينيه الفول والطعميه وزحمه عليه. فول والطعميه والبتنجان والبطاطس، هم عندهم نفس الموضوع، زحمه عليه الصبح، حيت حنا ما كيمشيوش يفطروا في الشغل. حنا الفطور ممنوع عندنا، الفطور في الخدمه. في الخدمه يعني في الشغل. والله. انت اللي مش حد بياخد معاه اكل في الشغل بقى بتقولي ولا ايه؟ لا ما عندهمش حد ياخد. لا احنا عندنا ممنوع، لازم ياخدوا الاكل معاهم. لا ممنوع، يروحوا يفطروا في الشغل في وسط العمل. لا ممنوع. يعني ممكن بقى لو مصانع او شركات محترمه بتعمل فتره اكل، لكن ايوه احنا عندنا المصانع اللي ما كيجوش ده لما يقعد طويل، يوم طويل. لا لما حنا راه كيخرجوا يصلوا هنا، ولكن حنا كيطلعوا الساعه 12 ويرجعوا تاني. الدوام عندهم مختلف يا جماعه، بحال زي النظام عندنا زي نظام فرنسا. يدخلوا الساعه ديك 8 ديال الصباح ويطلعوا 12، وكتبقاي تدلكي. الدوام مختلف يا جماعه غير عندنا. تبقاي تدلكي وتزيدي الماء، تدلكي وتزيدي الماء تتولي معاك. يعني يرجعوا يريحوا شويه في البيت مثلا ولا ايه؟ ايوه يتغداو، بس لا ما يكون بسكن قريب. لا يتغداو. ويرجعوا يشتغلوا من 4 ل 8. يشتغلوا من الساعه 8 الصبح للساعه 12، يرجعوا الساعه 1، يعني الساعه 12. 1 ساعه بس. يجلسوا من الساعه 12 للساعه 1، يرجعوا الساعه. عندنا المصانع كده برضك الساعه 2 الساعه 2 للساعه 6. شفتوا بقى. ماشي، هنرجع تاني بعد ما نخلص نشوف نكمل بقيه العجينه ازاي. وملي كيترخف معنا العجينه كنبقاو نعجنوها بهذه الطريقه. مش تبقى ناشفه. هاك كتعجن بهذه الطريقه. حاجه غريبه قوي. انا مره اشوفها كده. شايفين عامله زي العيش يا جماعه اللي عندنا. لازم تبقى زي الملبن كده خفيفه، صح؟ ايوه، ونخلوها ندهنوها بالزيت ونخلوها تخمر ونرجعوا نطيبوها معكم. شايفين بعد ما خمرت معنا تبارك الله العجينه، شايفين شايفين كيفاش خمرت. عامله زي السفنج. زي السفنج او ملبن، زي الملبن يا جماعه. نحطوا طاسه مقله، يعني نرشوها بالزيت
يلا نطيبوا فيها وغنرشوا غندهنوا يدينا بالزيت. ها تدري ليها بالزيت عشان ايه؟ في حاجه تمسك فيه يعني. تاخد بص العجينه تاخدها ازاي حرفنه. هقر عليك. يلا يا عم. وغنبداو نقرصوها نحطوها ونبداو نقرصوها. عندك البابي اللي بابي سولوفان قرصيها في البابي سولوفان، ما عندكش قرصيها هكا. سولوفان ليه؟ عشان تقرصي فيه العجينه والله. ما عندكش قرصيها هكا. بغيتي ديريها كبيره ديريها كبيره، بغيتي ديريها صغيره ديريها صغيره، انت على حساب قياسك. صح. بس لها سمك معين يعني؟ ايوه حوالي سنتي ونص او 2 سنتي بتاعي يعني. حسب انا مره اكلتها كده. لازم تخمر. تكون العجينه طريه. تعمل فقاعات. بتعمل ايه؟ بق بتقول لك بتعمل بق. بتعمل فقاعات. تعمل فقاعات. هي هذه ايوه عامله زي الناجحه. لما كانش زي البرغيل ما بتعمليه. لما كانش تعمل بس دي فقاعات لفوق، الثانيه برغيل فقاعات لتحت. صح. ايوه لما كانش تعمل فقاعات راه ما ناجحاش والله. يبقى كده متخمره صح. ماشي. نقدروا نقلبوها. طب شوفي تعرفي تقلبيها. يا عايزه شويه زيت تحت وزيت وشويه زيت فوق. كده استوت. كده استوت. شوفي كتجي ما بتقبش هي. عامله زي الفطيره يا جماعه. شبه الفطيره كده. كترشي تاني الزيت يعني شويه اللي عملتهم دول. بصوا يعتبر 5 ترغيفه. ادي هنا 1 وادي هنا 4 ما شاء الله طالعين 5 ترغيفه. شايفين؟ كتقرصيها تحاولي تفرديها باش بالراحه، تقرصيها بالراحه بالراحه بالراحه. ما تنساوناش البنات من الله يعطيكم الستر من اللايك ومن الاشتراك في القناه اللي دايره انا وراجلي، لان ما فيهاش مشتركين بزاف. يا ريت تدخلوا دعمونا ودخلوا يعجبكم. احنا كنقدموا لكم فيها حاجات زوينه. شايفين؟ وريني كده من جوه قطعي. سخنه جميله. شايفين؟ طبعا عشان سخنه وكتجي مفيش يعني رطبه. وهذه هي البوشيار ديالنا، البوشيار المغربي اللي خبز مغربي. من انواع الخبز اللي بيعملوها. من انواع الخبز اللي كنعملوها في حياتنا. الحاجات اللي بتعملها يا جماعه انا بدوقها جميله والله. ما كتعملش كل يوم. معجب بيها. ما كتعملش كل يوم، كتعمل بس في المناسبات، في الاعياد. وفي المناسبات. وتدهن بالزيت بالزبده والعسل وتتكل مع كاس ديال اتاي. جربوها وكتجي لذيذه. كيجيو لذاد زوينين بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله.